في سيناريوهات بتحصل بتخليك قاعد مش على بعضك، قلقان متوتر، زي اللي حصل مع الاهلي في بطولة دوري الابطال. يعني الجماهير بدأت تحسب حسبة بيرما وتجيب الآلة الحاسبة. طيب احنا دلوقتي خسرنا ماتشين وتعادلنا ماتش وكسبنا 3. طب دلوقتي لو الهلال السوداني كسب 3، مش عارف لو القطن الكاميروني صن داونز، دخلنا في حسبة معقدة. ولكن عشان لكل نهاية بطل ولكل نهاية مصير، النادي الأهلي دايما عودنا على المكسب وعلى الفوز لحد آخر نفس ولحد آخر جزء من اللحظة في أي مباراة. وعليه في المباراة الختامية والبطاقة الأخيرة لكي يكتمل فرق دور الثمانية ولكي يكتمل المقعد الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يختمه الأهلي ليكون مسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية بعد معاناة كبيرة وبعد قتال في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ضمت كل من الأهلي المصري، ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. فالأهلي بدأ في دور المجموعات بتعثر أمام الهلال السوداني بخسارة 1-0 في ملعب الجوهرة الزرقاء في درمان، ثم التعادل مع ميلودي سان داونز في القاهرة بنتيجة 2-2 بعد ضياع اللاعب محمد هاني لركلة جزاء، ثم الفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-0 في القاهرة، ثم الهزيمة الأكبر لتاني مرة في تاريخ الأهلي إفريقيا من نفس الفريق بخماسية مقابل هدفين، ثم يذهب الأهلي خارج الديار للفوز على القطن الكاميروني برباعية نظيفة. ولكن قبل مباراة اليوم كان في مباراة ما بين الهلال السوداني وميلودي سان داونز. أي فوز للهلال السوداني كان يضمن تأهله رسميا لدور الثمانية، وكان يقصي النادي الأهلي خارج البطولة. ولكن يعني يشاء القدر إن تيجي ضربة جزاء للهلال السوداني قدام القطن في الدقيقة 90 ويضيعها لاعب الهلال أطهر الطاهر عشان يتبقى مباراة سأرية. وليه أقول سأرية بعدين ما بين النادي الأهلي والهلال السوداني، علشان الأهلي يفرض كلمته وسيطرته بشخصيته وبأسلوبه ولكن بجمهوره. كان رقم واحد اليوم، المدرجات كانت على آخرها 80,000 متفرج كانوا بيهتفوا باسم النادي الأهلي علشان يدي النادي الأهلي درس كروي قاسي للزول السوداني بثلاثية مع الرأفة. أيوة النادي الأهلي كان بيلعب تحت ضغط جماهيري وضغط الإعلام وضغط التأهل، اللعيبة كانت مشدودة الأعصاب متوترة. لو كان جه هدف الأهلي ولكان الأهلي فاز بفارق هدف في حال استقبال مرماه هدف، كان الأهلي هيبقى بره البطولة. ولكن عشان شخصية النادي الأهلي موجودة، عشان رجالة النادي الأهلي دايما على الموعد بيكونوا موجودين، يفوز الأهلي بثلاثية زي ما قلت مع الرأفة بعيد عن الضغوطات وبعيد عن مجريات المباراة، لكي يصعد الأهلي ويتأهل كآخر الفرق لدور الثمانية. ولكن كان في ماتش الهلال السوداني في 2020 المباراة برضو نفس الفريق في السودان اللي انتهت بنتيجة 1-1 بعد نزول الجمهور السوداني لأرض الملعب، ولكن كانت تمت السيطرة من قبل الأمن السوداني. ولكن كان في تراشق بالحجارة وتراشق بأزايز المية وسباب للعيبة، وتحس كأنك في حرب مش مباراة كرة قدم، مش رياضة كرة قدم. دي كانت حاجة. الحاجة التانية برضو جماهير نادي الهلال السوداني كانوا برضو بيضايقوا لاعيبة النادي الأهلي بالليزر، واستقبال غير لائق لبعثة النادي الأهلي إلى السودان. في كذا مباراة بيحصل نفس الأشياء مع النادي الأهلي كل ما يروح السودان مع الفريق ده، مع الهلال السوداني. بس بالعكس الأهلي لما بيروح يلعب المريخ السوداني بيستقبلوه استقبال كويس جدا يليق بنادي القرن. ولكن فريق انت واخد منه دوري أبطال أفريقيا سنة 87 خسرته في النهائي، فريق كل مرة بتطلعه سواء من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية
منتظر منه ايه؟ لازم يكون ده رد الفعل بتاعه، بان في غيره وفي حقد عليك لانك افضل منهم، والعين ما بتحبش الاحسن منها. ولكن احنا استقبلناهم هنا، كرم الضيافه موجود عند المصريين، ما كانش فيه اي سباب للاعيبه او جمهور نادي الهلال السوداني، ما كانش فيه تراشق بالحجاره، كان الجمهور بيقول اهلي اهلي بس، ما كانش بيوجه اي حاجه للفريق المنافس او للاعيبه الفريق المنافس. علشان كده اديناهم درس كروي في الاخلاق، اديناهم درس كروي ان الكوره ازاي بتتلعب، اديناهم درس كروي بان الفريق الكبير بيفضل طول عمره كبير. والتصريحات والتهديدات اللي قالوها قبل المباريات، الحاجات دي بتستفزنا كجمهور النادي الاهلي وكلاعيبه النادي الاهلي. عشان كده كان الرد زي ما قلت بثلاثيه نظيفه مع الرأفه. اقسم برب الاهلي لو في حالته الماتش ده يخلص 7-8، وباقسم بالله. ولكن الحمد لله على الصعود، الحمد لله على المكسب. النهارده كهربا بيجيب جول عالمي ولا اروع، استلامه عالميه وبيعمل ار2 في البعيده. حسين الشحات اللي بينزل بديل، اللي الكل كان متوقع ويقول لك بعد وفاه والده ربنا يرحمه طبعا مستواه هيبقى مهزوز، ينزل ويقلب الماتش ويسجل هدفين. مفيش اروع ولا افضل من كده. مراوغات ويحط الكره برده ار2 ارضيه في الزاويه البعيده علشان يفوز النادي الاهلي بثلاثيه ويكتمل المقعد الاخير للفرق المتاهله الى دور الثمانيه. طبعا كان نفسي اشوف من كل قلبي، والله مش بتريق انا بتكلم بجد، نادي الزمالك موجود برده في دور الثمانيه كفريق مصري. في الكونفدراليه برده فيوتشر وبيراميدز. انا والله بعيد عن مواجهات النادي الاهلي مع اي فرق، ما دام في فريق بيلعب باسم مصر والله احنا بندعمه كجمهور اهلاوي، احنا بندعمه. لكن طبيعي لما تيجي تقابل فريق اكيد هشجع فريق الانتماء لا اختلاف عليه. فباذن الله المباراه دي تكون دافع قوي ويكون درس حصل للاعيبه الاهلي في دور المجموعات بخساره بخماسيه، والخساره في درمان بهدف. يعني هم يستوعبوا الدرس، ان هم يتعلموا من اللي حصل لهم وما يكونش فيه باذن الله اي اخفاقات تانيه. ولكن بفضل الله وبفضل لعيبه النادي الاهلي احنا النهارده فرضنا سيطرتنا، فرضنا كلمتنا، فرضنا اسلوبنا في الملعب. عيني برده عليك يا مروان عطيه، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني. عيني برده عليك يا كهربا، عيني برده عليك يا حسين الشحات، وكمان المتالق بشده ربنا يحفظك ويبعد عنك الاصابات لاعبنا المتالق بيرسي تاو. فبكده باذن الله النادي الاهلي يكون جاهز باذنك يا رب وبشده للادوار الاقصائيه. مفيش تهاون، مفيش تخاذل، مفيش اي غلطات تكون يعني غلطات بدائيه عشان ما نتعثرش في الادوار الاقصائيه. وباذن الله اللقب اللي اتسرق مننا يرجع لنا من اول وجديد تاني، ونشوف النادي الاهلي باذنك يا رب في كاس العالم للانديه باذن الله السنه دي. بكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في اول كومنت، تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.